عارفين مين اللي اكتشف الصليب الحقيقي اللي اتصلب عليه المسيح؟ زمان بعد صلب السيد المسيح ودفنه فضل الصليب مكانه، ومع مرور الوقت لاحظ الناس إن المكان ده فيه حاجة غريبة، وده بسبب العجائب والمعجزات اللي كانت بتحصل فيه. والموضوع ده كان مضايق رؤساء اليهود جدا، لدرجة إنهم أمروا كل الناس أي حد عنده تراب زيادة يرموه عند مكان الصليب. وفعلا بقى كل واحد عنده تراب زيادة يروح يرميه عند مكان الصليب، وفضلوا على الحال ده حوالي 200 سنة، لدرجة إن المكان بقى عامل زي التل. وفي يوم، وتحديداً سنة 326 ميلادياً، كانت في ملكة اسمها هيلانا أم الإمبراطور قسطنطين الكبير، وما كانش وقتها بقى لسه مسيحي، وكان خارج وقتها من حرب كبيرة جداً. وفي يوم كان الإمبراطور قسطنطين نايم، وشاف في حلم ملاك بيشاور ناحية علامة الصليب اللي كانت منورة السما كلها، وقال: بالعلامة دي هتنتصر على كل أعدائك. وبعدها قام قسطنطين وأمر كل الجنود برسم علامة الصليب على الدروع والأعلام. وفعلا دخل الإمبراطور قسطنطين الحرب، وكان كل الجنود والدروع والأعلام عليها علامة الصليب، وانتصر في الحرب بطريقة معجزية، لدرجة إن الأعداء كانوا لما يشوفوا علامة الصليب ينهزموا لوحدهم. ولما رجع الإمبراطور قسطنطين من الحرب، جمع الشيوخ والحكماء في المملكة وسألهم عن معنى العلامة دي. فقال واحد فيهم: دي علامة الصليب يا مولاي، اللي اتصلب عليه السيد المسيح عشان يخلص البشرية من الخطية والموت الأبدي. وفوراً قررت الملكة هيلانا إنها لازم تلاقي الصليب الحقيقي اللي اتصلب عليه السيد المسيح. جهزت أسطول عظيم من السفن وسافرت على فلسطين، ولما وصلت أورشليم جمعت شيوخ اليهود وسألتهم عن مكان الصليب. في الأول ما كانوش عايزين يقولوا لها، لكن في الآخر شاوروا على راجل عجوز جدا كان اسمه يهوذا، وهو ده اللي كان عارف مكانه. ولما سألته الملكة هيلانا قال لها على مكانه. ولما وصلت هناك عند الجلجثة لقت تل كبير من التراب، وفوراً أمرت الجنود إنهم يحفروا. وفعلاً بعد مجهود كبير لقوا 3 صلبان، وعشان يعرفوا أنهي واحد فيهم صليب المسيح جابوا شخص ميت وفضلوا يحطوه على كل صليب من ال3. وأول ما حطوه على صليب المسيح قام من الموت. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب، زي ما صليبك كان سبب حياة وقيامة وفرح للعالم، خلي صليبك دايما قدام عينينا ينور طريقنا ويثبتنا في إيمانك لحد المنتهى. آمين.